قال باب أنه هذا خاتمة الأبواب المتعلقة بالوضوء الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. هذا حقيقة يعني هذا الباب والحديث الذي تحته يعالج مشكلة عويصة عند عدد من الناس، يبني على هذه التخيلات الوضوء، حتى إنهم ربما يقطع صلاته أو يكون في الطريق إلى الصلاة ويحدث عنده شك وتخيل فيذهب ويتوضأ مرة أخرى. والقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، فإذا كان على طهارة فهذا اليقين الذي هو الأصل أنه على طهارة لا يزول بشك عرض له، لا يزول إلا بيقين. فأورد هذا الحديث العظيم، حديث عظيم للغاية، حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيء فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد. لا يخرجن من المسجد أي لا يخرج من الصلاة، لا يخرج من الصلاة، فذكر المحل، محل الصلاة، لا يخرجن من المسجد أي لا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يعني لا يكون خروجه إلا بماذا؟ إلا بيقين، هو عنده يقين من طهارته فلا يخرج من هذا اليقين إلا بيقين آخر، وهو سماع صوت أو شم ريح. فإذا سمع صوتا أو شم ريحا فهذا يقين بأن طهارته انتقضت. أما التخيل وأظن وأحس وأشياء من هذا القبيل هذه كلها لا يلتفت إليها حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. يقول النووي رحمه الله: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه. هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ، ولا يضر الشك الطارئ. هذه قاعدة عامة في الشريعة، ومن قواعد الفقه العظيمة. ومن ذلك مسألة الباب، من ذلك مسألة الباب من يتيقن الطهارة وشك في الحدث فما الحكم؟ من تيقن الطهارة وشك في الحدث فالحكم باقي، أنه باق على طهارته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.